أنا هفكرك بسرعة بالرولز بتاعت الكيوب والكيوبويد والحاجات اللطيفة دي. بص، وأتمنى إن حضرتك تحفظ الرولز دي. بص، أتمنى يعني ده أمنية. أول حاجة تعالى نتكلم عن الكيوب. أول جملة هنتكلم عنها sum of edges. sum of edges. الكيوب دي كام اتش؟ إبسلون 12. طيب، area of one face. يعني ايه area of one face؟ قال لي الفيز الواحد في الكيوب بيبقى شكله سكوير، يعني كأني بقول لك area of السكوير equal هنسميها L باور 2. بص، السايد عندنا في الكيوب هنديله سيمبل L، يبقى كلهم L، يبقى area of one face L باور. من area of one face أطلب منك حاجة اسمها total area، أطلب منك حاجة اسمها lateral area. التوتال area equal A واللاترال area equal A. قال لي هو الكيوب فيه كام فيس؟ التوتال فيس 6 فيسز. شكلهم ازاي 6 فيز؟ تخيل لو احنا هنفك الكيوب ده، قال لي هيبقى هنا الابر فيز، بعد كده هيبقى فيه الميدل فيز ده، جزء في الرايت وجزء في الليفت، جزئين كده تحت. بص، ده بيبقى شكل الكيوب لو عملنا له كيوب نت، لو فكينا شكل الكيوب. بص، يبقى فيه كام فيز؟ 1 2 3 4 5 6. طب اللاترال فيزز، فين اللاترال فيز اهو؟ 1 2 3 4. خلاص، طب دول يا مستر بنسميهم ايه؟ ده البيس، وده اللي هو الابر. الابر اللي هو بص ده كده البيس، ده اللي انا سميته اكس يعني، او عملت له حرف الاكس والجزء ده. تمام؟ ماشي. يبقى التوتال اريا 6 تايم الفيس. طيب والفيس الواحد شكله عامل ازاي؟ قال لي يبقى 6 ال باور 2. طب اللاترال اريا 4 ال باور 2. اخر حاجه هنتكلم عنها الفوليوم. فوليوم اوف كيوب ايكوال ال باور 3. خلاص. طيب، في حته اخيره كده يحب يسالك فيها، يقول لك لينس اوف diagonal. يقول لي يا مستر ايكوال سكوير روت ال. بص، لينس بتاع الدايجونال. بص، تعال نشوف الاسئله بتاعتنا ونمشيها واحده واحده. if h length of cube is 5. مين ال h length ده؟ اللي هو ال L، يبقى ال L equal 5. عايز الفوليوم، قال لي مثلا أنا حافظ الرول بتاع الفوليوم. الفوليوم equal L باور 3. صح؟ ماشي. يبقى ال L بنعرفه إن هو 5، يبقى 5 باور 3، وتروح تحسبها على الكالكوليتر. بس هكتبها على الكالكوليتر عشان في ناس ما تعرفش تكتبها على الكالكوليتر. 5 باور 3. بص، 125. ممتازين، يبقى هنا 125. يلا السؤال اللي بعده. edge length of cube 4، يعني ال L equal كام؟ 4. عايز التوتال اريا، قال لي يا مستر هتحفظ الرول بتاع التوتال اريا equal 6 L باور 2. يعني ايه؟ 6 تايم ال L 4 باور 2. على الكالكوليتر يا هندسة، يلا 6 تايم 6 تايم 4 باور 2 equal 96. يبقى هنا 96. بص، طب اللاترال اريا اوف كيوب whose edge length equal L. قال لي ال L equal L. خلاص، الإدج لينس ب L. أنا عايز الرول، بس هنا أنا بسألك على الرول، حافظ الرول على ممتاز. قال لي 4 L باور 2. بس عشان هو عايز لاترال اريا. طب الفوليوم ب L باور 3، يبقى اللينس بس بكام؟ قال لي يا مستر مش احنا قلنا إن الفوليوم
هو ال باور 3. الإدج لينس بكام؟ ال صح؟ كيوبيك روت ال باور 3 يبقى الإدج لينس ب عايز التوتال اريا يبقى 6 ال باور 2. طيب كيوب whose edge length 2L. ال L equal 2L. الإدج لينس خلاص اللي احنا كنا بنسميه L بقى equal 2L. عايز الفوليوم اللي الفوليوم equal L باور 3. طيب ال L هنا equal كام؟ 2L. قال لي يعني هكتب 2L باور 3 يبقى equal 2 باور 3 ب 8 L باور 3 يبقى الإجابة 8 L باور 3. وضحت؟ تاني الجزئية دي عشان أعرفكم متلخبطين فيها. احنا دايما بندور على الإدج لينس. خلاص تعالى نديله رمز إيه عشان انتوا ما تتلخبطوش. الإدج لينس بكام؟ ب 5. طيب في الرول بتاعنا الإدج لينس هو ال L تمام؟ ب 5. طب هنا الإدج لينس equal 2L بس يبقى في الفوليوم هنشيل ال L دي ونحط مكانها 2L يبقى 2L باور 3. سهل والله العظيم يعني. طيب تعالى نشوف الأسئلة الباقية. بيقول لي كيوب whose lateral area is 36. قال لي يبقى أول حاجة هروح أقول له كده lateral area وأكتب الرول بتاعها. حد فاكر الرول بتاعها 4L باور 4 وتحتها بقى نكتب الأرقام. اللاترال area بكام؟ ب 36 equal 4L باور 2. تعرف نجيب ال L؟ يا مستر أول حاجة هقول له L باور 2 ب 36 divided 4. نودي ال 4 الناحية التانية divide تطلع equal كام؟ 9. قال لي يبقى ال L بس equal square root لل 9. square root لل 9 بكام يا باشمهندسين؟ ب 3. طب ليه ما عملتش بوزيتيف ونيجاتيف؟ عشان ده لينس. خلاص يبقى ال L ب 3 سنتيمتر. تعال نشوفه بقى هو عايز ايه. عايز التوتال اريا. يا مستر مش انت قلت التوتال اريا 6L باور 2؟ اه ادي ال 6 هنشيل ال L وبقت بكام؟ ب 3 يبقى 6 تايمز 3 باور 2. نحسبها على الكالكوليتر ولا بدماغك ما تحسبش بدماغك. عدم ثقة في دماغك مش أكتر. يبقى 6 times 3 باور 2 equal 54. يبقى هنا التوتال اريا 54. ما تنساش سنتيمتر باور 2. وضحت؟ ماشي. هل هو عايز التوتال اريا بس؟ قال لي لا انا كمان عايز حضرتك تجيب لي الفوليوم. طب احنا حافظين الرول بتاع الفوليوم ال باور 3 وانا عرفت ان ال بكام؟ ب 3 يبقى 3 باور 3 على الكالكوليتر 3 باور 3 تطلع 27. طب اليونت بتاعت الفوليوم سنتيمتر باور 3. وضحت؟ أنا بس كل الجزء ده الحل بتاعه هو إن حضرتك تكون حافظ الرولز. طيب بيقول لي بريمتر اوف وان فيس كيوب. يقول لي يا مستر مش الكيوب انت قايل لي ان الفيس واحد بيكون سكوير؟ اه يبقى لما اقول لك بريمتر اوف وان فيس كاني بقول لك بريمتر اوف سكوير. طيب احنا خدناها في السيشن بتاعتنا البريمتر في السكوير ايكوال كام؟ اكسلنت 4 ال. خلاص ماشي. قال لي يعني يا مستر دلوقتي حضرتك عايز تقول ان ال 4L اللي هو بريمتر اوف الون فيس ايكوال 12. يبقى ال L بكام؟ اكسون 12 ديفايدد 4 تطلع ب 3 سنتيمتر. طب انا جبت لك ال L عاوز من حضرتك تجيب مين؟ الفوليوم. يلا. قال لي الاول اكتب الرول بتاع الفوليوم L باور 3 وانا عرفت ان ال L ب 3 يبقى 3 باور 3 ايكوال 27 سنتيمتر باور 3. كده احنا جبنا الفوليوم. عاوز من حضرتك اللاترال اريا. اللي يا مستر لازم اكون حافظ الرول. اللاترال اريا ايكوال ايه؟ اللي 4 اللي باور 2 يعني 4 تايمز 3 باور 2. طيب تطلع بكام؟ سيبها كالكوليتر. الكالكوليتر لو سمحت وما تكسلش. خلاص ب 36. ممكن تحسبها بدماغك بس تعمل تشيك بالكالكوليتر. خلاص يلا السؤال اللي بعده. يلا sum of edges. يا مستر مش انت قلت لي sum of edges equal 12L؟ مش هما ال فيهم 12H يبقى sum of edges equal 12L. أنا مش عارف قلناها 12L ولا 12. سوري هنا 12L. خلاص
يبقى sum of edges equal 12L. قال لي يا مستر انا مديلك الصم بكام؟ ب 60. يبقى تحت كلمة sum of edges هكتب 60 equal 12L. تعرف نجيب ال L؟ 60 over 12. خلاص احسبها بالكالكوليتر. 60 over 12 equal equal 5 سنتيمتر. خلاص وضحت؟ يا رب تكون واضحة. طب انا يا مستر جبت ال L، هقدر اجيب لحضرتك بعد كده الفوليوم بكل سهولة. يلا الفوليوم هيبقى ايكوال ايه؟ لو سمحت اكتب الرولز. ال باور 3 وانا عرفت ال 5 يبقى 5 باور 3 على الكالكوليتور تطلع 125 سنتيمتر باور 3. ممتازين. طيب عايز كمان من حضرتك التوتال اريا. التوتال اريا ايكوال ايه؟ قال لي 6 ال باور 2. يبقى 6 تايم ال احنا جبناها في كام؟ ب 5 يبقى 5 باور 2. خلاص احسبها على الكالكوليتر تطلع 150. ما تنساش اليونت بتاعتنا سنتيمتر باور 2. خلاص طيب كده خلصنا الأسئلة بتاعت الكيوب. تعالى ندخل على الأسئلة بتاعت التشوز. قال لي الفوليوم اوف كيوب is 1 سنتيمتر. قال لي يا مستر أنا حافظ الرول بتاع الفوليوم equal L باور 3. يعني 1 equal L باور 3. يبقى ال L بس بكام يا باشمهندس؟ كيوبيك روت لل1. خلاص سيبها على الكالكوليتور طلعت 1. يبقى ال L equal 1. عايز sum of edges اللي يبقى 12 تايم ال L. صح؟ مش احنا لسه واخدينها اهو sum of edges ب 12 تايم L وال L equal كام؟ 1. يبقى 12 تايم 1 equal 12. ممتازين. السؤال اللي بعده بيقول لي volume of cube is 64 واللاترال اريا. عايزين اللاترال اريا. قال لي تاني من الاول. انت بتقول لي الفوليوم بكام؟ 64. انا امسح بس الجزء ده. قال لي اول خطوه يا مستر حضرتك قلت لي روح اكتب الفوليوم بتاع الفوليوم. الفوليوم equal L باور 3. تحت الفوليوم هروح اكتب 64 equal L باور 3. احنا عاوزين ال L. قلنا ازاي بنخلص من باور 3 ده؟ بنعمل كيوبيك روت. يبقى ال L equal كيوبيك روت ال 64. طلعت ب 4 يا مستر. ماشي. طب انا عايز اللاترال اريا. فاكر الرول بتاع اللاترال اريا؟ كان بيقول ايه؟ 4 ال باور 2. وانا عرفت ان ال بكام؟ ب 4. يبقى 4 تايم 4 باور 2 تطلع 60. تمام؟ فتحت؟ تاني السؤال اللي بعده. احنا كل الاسئله ماشيه بنفس المنهج. ممكن نجيب دي كده شويه نشرح كده معايا. بيقول لي فوليوم اوف كيوب. قلت لك اول ما تسمع كلمه فوليوم اوف حاجه اي حاجه تروح تكتب الرول بتاعها. يبقى الفوليوم equal ال باور 3. فوليوم اوف كيوب ب 27. يبقى تحت كلمة فوليوم هنكتب 27 وهنا ال باور 3. طب انا عايز ال بس. قلنا ازاي بنشيل باور 3؟ كيوبيك روت لل 27. طلعت ب 3 يا مستر. عايز التوتال اريا. اللي حضرتك عايز التوتال اريا اروح اكتب الرول بتاع التوتال اريا 6 ال باور 2. وانا عارف ادي 6 تايم ال انا جبتها بكام؟ ب 3. يبقى 3 باور 2. خلاص 6 تايم 9 بكام؟ 54. ماشي. اهي فتحت. يلا السؤال اللي بعده توتال اريا. طب هقول لك على حاجه ممكن نستخدم فيها الكالكوليتر بس انا مش بحبها هي. بس هقولها لك عشان ايه؟ احتياطي. توتال اريا ايكوال ايه؟ قال لي الرول بتاعها 6 ال باور 2. طب هو التوتال اريا بيقول لي ب 96. يبقى 96 ايكوال 6 ال باور 2. عايز ال بكام؟ قال لي تروح تكتب الكالكوليتر. بص اقول له 96. بعد كده اقول له ايكوال الفا 6 تايم ال باور 2. اي حاجه مش عارفها اسميها اكس فاقول له الفا اكس باور 2. تمام كده انا كتبت السؤال ده بس مكان ال اللي كتبتها ايه؟ اكس. بعد كده اروح اقول له شيفت كالك. بيقول لي اعمل لك سولف للاكس يعني اقول لك ال ده بكام. اروح اقول له يس. اقول له مثلا اي رقم بوزيتيف 5 مثلا واقول له ايه. طلعت ال في 4. يبقى هنا ال ايكوال 4.
طب أقول لك الخطوات لو إحنا مش عايزين نحلها بالكالكوليتر كنا هنعمل إيه؟ قال لي كنت هقول له L باور 2 equal 96 over 6. خلاص. بعد كده يبقى ال L equal عايزين نخلص من باور 2 يبقى سكوير روت. خلاص 96 over 6 بكام؟ ب 16. يبقى سكوير روت ل 16 equal كام؟ 4. ماشي همسح الجزء ده أنا وريته لك في الكالكوليتر. ما فهمتوش بالكالكوليتر اتفرج عليه تاني وتالت. محتاج تتمرن عليه شوية عشان تعرف تعمل. عايز area of one phase مش احنا قلنا ال one phase يعني area of square. طب احنا قلنا area of square equal ايه؟ اللي باور 2 يبقى هنا 4 باور و4 باور 2 كام؟ 16. وضحت؟ ماشي. بيقول لي كيوب في توتال اريا ب 150. قال لي هروح اكتب الرول تاني توتال اريا equal 6 ال باور 2 وتحت التوتال اريا 150 equal 6 ال باور 2. طب انت عاوز تجيب ال L؟ هوريها لك تاني ازاي نجيبها بالكالكوليتر. هقول له 150 ازاي بكتب علامة الايكوال الفا وزرار اللي اسمه كالك ده مش موجود معاك على الكالكوليتر خلاص حضرتك هتحلها بالستبس. خلاص 6 ال باور 2 بعد كده شيفت كالك بيقول لك تفتكر ال اللي هتطلع بكام؟ اختار اي رقم هقول له 5 ايه. قال لي ال 5. حلو قوي. طيب ده بالكالكوليتر. طب عايز احلها بدماغي قال لي هروح اقول له ال باور 2 ايكوال 150 اور 6 يبقى ال بس ايكوال عشان نشيل باور 2 بنحط ايه سكوير روت. طب والكلام ده بكام على الكالكوليتر؟ طلع ب 20 تطلع ال 5. خلاص ماشي عرفنا يا مستر ان ال 5. احنا عايزين ايه؟ عايز اللاترال اريا. قال لي اللاترال اريا ايكوال 4 ال باور 2 يبقى 4 تايم 5 باور 2 سيبها بالكالكوليتر تطلع 100. خلاص. طيب في area of 6 faces يعني ايه area of 6 faces؟ قال لي يعني التوتال اريا. يبقى انا هنا اديت لحضرتك التوتال اريا نمسح دول بس عشان نكمل نكتب فيه. يبقى area of 6 faces يعني التوتال اريا equal اكتب الرول الاول 6 ال باور 2 تحت التوتال اريا انا مديلك بكام؟ 54 يبقى اكتب 54 equal 6 ال باور 2. انا عايز ال L يا مستر. قال لي الاول هنجيب ال L باور 2 يبقى 54 over 6 تطلع L باور 2 بكام؟ 9. طب محتاجين نجيب ال L. قال لي تشيل باور 2 ده تحط مكانه سكوير روت يبقى سكوير روت لل 9 بكام؟ ب 3. عايز الفوليوم. قال لي الفوليوم ايكوال L باور 3 يبقى 3 باور 3 بكام يا باشمهندسين؟ ب 27. يبقى الإجابة هنا 27. يلا السؤال اللي بعده فوليوم اوف كيوب. يبقى هبدأ السؤال بتاعي بإيه؟ أقول له فوليوم ايكوال واكتب الكيوب بتاعي ال باور 3. خلاص الفوليوم بكام؟ قال لي ب 64 ايكوال ال باور 3 يبقى ال بس بكام يا باشمهندس؟ قال لي كيوبيك روت لل 64 تطلع بكام؟ 4. جبنا ال عايز ايه؟ قال لي عايز لينس اوف 1 diagonal اوف سوري لينس اوف diagonal اوف 1 فيس. يا مستر مش انت قلت لي لينس اوف الدياجونال كان روت 2 ال او ال روت 2 اي حاجه. تعالى نعملها هنا لينس اوف diagonal ال روت 2 ال بكام؟ ب 4 يبقى 4 تايم روت 2 تطلع 4 روت 2. بص ماشي. تعالى نمسح تاني عشان نكتب الجديد. only volume of cube is 5 centimeter if edge length or come twice the first. الفوليوم بكام؟ نكتب الرول الفوليوم equal 5 سنتيمتر مش 3. قال لي لا يا مستر حضرتك قلت لي لما اكتب الفوليوم اكتب الرول بتاعته ممتاز. اروح اقول له الفوليوم ال باور 3
بالفوليوم هو مدوني بكام؟ ب5. خلاص. طب سوري، هو ال باور 3 يبقى ال بس بكام؟ كيوبيك روت لل5. ممتازين. بيقول لي if edge length become twice the first. يعني ايه become twice؟ يعني عملت له تايم 2. الإدج ده تايم 2، يعني بقى هنا 2L equal، وهنا هنعمل تايم 2 يبقى 2 كيوبيك روت لل5. خلاص. عايز الفوليوم، قال لي الفوليوم هناخد الكلام اللي طلع ده ونعمل له باور ايه؟ 3. ما هو انا عشان اجيب الفوليوم يبقى بعمل باور 3. خلاص ماشي. تعالى نمسك الكالكوليتور بتاعتنا. هقول له 2 براكت سوري 2 كيوبيك روت. ازاي بكتب الكيوبيك روت؟ تفت وعلامة السكوير روت. خلاص. كيوبيك روت 5. اطلع من تحت الكيوبيك روت واعمل براكت. سوري، اعمل براكت ونكتب باور 3. شفت علامة البتاع سكوير روت باور 2. طلع بكام؟ ب40. يلا السؤال اللي بعده. بيقول لي edge length of cube is 2 root 2. ده مين ده؟ الإدج لينس، يعني ال L equal 2 root 2. خلاص. محتاج مين حضرتك؟ عايز الفوليوم كده. سوري استعجلت والله العظيم. مش تاني، أنا آسف. بيقول لي the edge length of cube whose volume، يبقى هو مديني الفوليوم، يبقى أروح أكتب الفوليوم على طول. الفوليوم equal L باور 3. طب الفوليوم بكام؟ قال لي 2 روت 2 equal L باور 3. طب أنا محتاج ال L، قال لي يبقى ناخد الكلام ده نحطه تحت الكيوبيك روت. 2 روت 2. خلاص ماشي. تعالى أوريها لك كده على الكالكوليتور. ليفت كيوبيك روت ل 2 سكوير روت، سوري، سكوير روت 2 equal. مستر طلع الرقم الرخم ده. فين الرقم ده؟ مش عارف. بس هو أكيد مش 2 ولا 8 ولا 1.5، يبقى ممكن يكون مين؟ روت 2. تعالى كده، سكوير روت لل 2 equal. دوس اس دي. فاكر الرقم اللي طلع كان 1.414. يبقى هو الإجابة بتاعتي روت 2. بص، لحد ما ناخد الأوبريشن هتلاقي الموضوع بقى أحسن. يلا. حلو أوي كده، خلصنا الكيوب. تعالى ناخد الحاج اللي اسمه إيه؟ كيوبويد. اللي بص يا مستر، الكيوبويد الراجل بيقسمه لحاجتين: بيز سكوير والبيز ريكتانجل. بص، تعالى نشوف اللي البيز بتاعت ريكتانجل. قال لي بص يا مستر، أنا هسمي ده إكس وده واي، يبقى اللينس إكس والويتس واي والهايت اتش. بص، أو زد، أي حاجة بسميها زد. أنا بحب إكس واي زد بصراحة. تمام. دي ليترز ينفع أغيرها، يعني ينفع أسمي ده A B C. ينفع أسميه L W H. أيوه. خلاص، الاسم اللي أنت عايز تسميه للليترز دي حطه. خلاص. بس خليك عارف إن الإكس أقصد بيها إيه؟ اللينس، يعني ده نقصد بيه اللينس. الواي ويتس. الزد هايت. خلاص. تمام. ماشي. اكس واي زد. قال لي يا مستر احنا عندنا كل درس فيه 3 رولز اساسيين. اول حاجه هنا البيز اريا بكام؟ البيز اريا. قال لي اكس تايم واي. ليه؟ اصل ده ريكتانجل لينس تايم ويدث. خلاص. طيب. ال ايه تاني؟ ماشي. امسح دي عشان نقعد انت ما تحسش ان احنا عندنا رولز كتير. عاوز من حضرتك تجيب لي التوتال اريا، اللي هي الاول لاترال اريا، بعد كده التوتال اريا، بعد كده الفوليوم. يلا. تعالى نجيب اول واحد فيهم.
اللاترال اريا قال لي يعني الاريا بتاعت الفيسز صح؟ اه ده زد يا مستر. قال لي يعني الاريا بتاعت الجزء ده، الجزء اللي هو هنا ده. عارف انت متخيل الموضوع ولا لأ؟ احنا قلنا مش هنشرح هنا صح؟ مش هنشرح ده في الحصة. هنكتب الرموز بتاعتنا ايه؟ قال لي 2 اكس زد بلس 2 واي زد بلس. طب التوتال اريا قال لي 2 اكس زد بلس 2 واي زد. انا بحط الزد كده هتلاقيني بص حرف الزد حط له علامة هنا في النص كده. ليه مش مشكلتنا دلوقتي. يلا بلس 2 اكس واي بلس. يبقى التوتال اريا ايكوال ايه؟ 2 اكس زد 2 واي زد 2 اكس واي. طب الفوليوم قال لي اكس واي زد. خلاص. طيب لو البيز سكوير هيبقى شكله عامل ازاي؟ قال لي ده هيبقى اسمه اكس وده برضه ايه؟ اكس. لكن ده زي ما هو. خلاص. فتلاقي ان اللاترال اريا بتاعته، اللاترال اريا ايكوال 2 اكس زد 2 واي زد. بس احنا هنشيل الواي دي ونسميها ايه؟ اكس صح؟ يبقى 2 اكس زد بلس 2 اكس زد يبقى 4 اكس زد. خلاص. طب التوتال اريا قال لي يا مستر هنشيل الواي دي ونخليها ايه؟ اكس صح؟ ودي هنخليها اكس اللي يبقى 4 اكس زد بلس 2 اكس باور 2. خلاص. تمام. الكلام ده لو كانت البيز بتاعته ايه؟ سكوير. طب ما كانتش سكوير خلاص احنا شغالين زي الفل ما عندناش اي مشكله. طب الفوليوم قال لي بيز تايم هايت تايم سوري لينس تايم ويدث تايم هايت. يبقى الفوليوم تبقى ايكوال اكس تايم اكس تبقى اكس باور 2 زد. خلاص. افتكر الرولز دي تحفظها الله يبارك لك والنبي يا شيخ احفظها. طب احفظها ازاي يا مستر دي صعبه. ايوه ما انا عارف ان هي صعبه انا ما قلتلكش ان هي سهله. اكتبها على باب الثلاجه. اه والله العظيم انت وداخل كده تقراهم انت وخارج تقراهم. خلاص. تمام. هصغر لك الشاشه عشان تاخدهم سكرين شوت كده وتكتب. تمام. الله يبارك لك يا اخي احفظه. بتنجح يا تت. ماشي. تعالى بقى نشوف ايه الاسئله. انا عايز اخلي البتاع دي قدام. سكرين شوت. ماشي. تعالى نشوف اول سؤال. The dimension. أول سؤال dimension of base of cuboid 9 و10. يبقى دي سكوير ولا ريكتانجل؟ ريكتانجل ليه؟ أصل الأرقام مختلفة. والهايت ب5. ماشي. عايز الفوليوم. قال لي يا لهوي دي أسهل واحدة. الفوليوم اكس واي زد. يعني إيه اكس واي زد؟ قال لي يعني هناخد النمبر نعمل لها تايم يبقى 9 تايم 10 تايم 5. خلاص. احسبها على الكالكوليتر. 3 5 450 سنتيمتر باور 3. تمام؟ ماشي. طب عايز اللاترال اريا. قال لي يا مستر مش حضرتك قلت لي 2x تايم الزد يعني اللينس تايم الهايت بلس 2y تايم الزد الويدث تايم الهايت. تعالى بقى نحط الارقام بتاعتنا. يبقى 2 طيب الاكس بكام؟ قال لي الاكس ب 10. طب والزد بكام؟ قال لي الزد ب 5 بلس 2 الواي بكام؟ ب 9. الزد بكام؟ ب 10. خلاص واروح احسبها على الكالكوليتر. طيب ممكن تحسبها على الكالكوليتر 350 سنتيمتر باور 4. يلا يا باشمهندس. عايز التوتال اريا. قال لي يا مستر التوتال اريا هو اللاترال اريا بس هزود عليه 2 اكس واي. يعني ايه؟ قال لي يعني اللاترال اريا اللي احنا حسبناها اللي هي 190 بلس 2 طيب الاكس بكام؟ ب 9. الواي ب 10. خلاص واروح احسبها على الكالكوليتر. طلعت 370 سنتيمتر باور. خلاص. وضحت؟ طب انا ليه قلت لاترال اريا؟ قال لي بص بص بص
شايف الجزء ده؟ اللي شايف الجزء ده؟ ده كان بتاع مين؟ اللاترال اريا. قال لي اهو عاد تاني هنا، اللي يعني التوتال اريا هي لاترال اريا بلس 2 اكس واي لينس تايم ويدث. خلاص؟ ماشي. يلا يا هندسة السؤال اللي بعده. قول لي dimension of cuboid war 2 3 root 6 ده الفوليوم. قال لي يا مستر انا حافظ الرول بتاع الفوليوم بتاع الكيوبويد equal x y z. يلا يبقى روت 2 طيب روت 3 طيب روت 6. خلاص، وتمسك الكالكوليتر بتاعتك عشان انت شاطر وتحسب. روت 2 اطلع من علامة السكوير روت. طيب روت 3 واعمل سهم كده، شايف ده بدوس عليه كده عشان اطلع من تحت السكوير روت. روت 6 في هنا علامة تايم عشان متوسط. خلاص ايكوال 6. خلاص يبقى الفوليوم ايكوال ايه يا باشمهندس؟ 6 سنتيمتر باور 3. شاطر. The dimension of base of cuboid root 3 وروت 3 minus 1 والهايت equal 3 بلس روت 3. عايز الفوليوم. قال لي يا مستر انا حافظ الرول، الارقام دي ما تخضنيش، انا كده كده هحسبها بالكالكوليتر. طيب يلا الفوليوم ايكوال ايه؟ قال لي اكس واي زد. يلا الاكس روت 3. طيب الواي اوبن براكت روت 3 ماينس 1. طب الزد؟ طيب 3 بلس روت 3. خلاص، وروح امسك الكالكوليتر بتاعتك يا باشمهندس واحسب الكلام ده. يا رب تكون بتعرف تكتب على الكالكوليتر يا اخي. روت 3 طيب اوبن براكت روت 3 ماينس 1 كلوز براكت. طيب اوبن براكت روت 3 بلس روت 3 6. اليونت بتاعتنا ايه؟ سنتيمتر اور 3. خلاص ماشي. بحاول اجري بسرعه عشان ما تحسش الموضوع صعب. ها lateral area of cuboid. قال لي يا مستر حضرتك قلت لي اول ما اقرا حاجه اكتب الرول بتاعها. يبقى lateral area بتاع الكيوبويد 2x z plus 2y z and its base in shape of square. قال لي ايه ده استنى، البيز بتاعته سكوير، يبقى الرول ده صح؟ لا. ليه؟ قال لي عشان في السكوير الاكس ايكوال الواي. خلاص، لما يقول لي البيز سكوير يبقى الاكس ايكوال الواي، يبقى اللاترال اريا بدل الرول ده كنا بنكتبها ايه؟ 4 اكس زد. ممتازين. خلاص. طيب اللاترال اريا بكام؟ ده كده اللاترال اريا. قال لي اللاترال اريا 480 ايكوال 4 تايم اكس تايم زد. الزد ده اللي هو الهايت. قال لي ما انا بقول لك الهايت ب 10. عايزك تقول لي الاكس بكام. يبقى الاكس ايكوال 480 divided by 4 times 10 بلس. سوري ده السايد لينس سكوير هو السايد ب 10. يبقى سوري هنا 10 وهنا الزد. يبقى اروح اقول له زد 480 divided 4 times 10. بص الكالكوليتر الجميلة بتاعتك يا باشمهندس تحسب الكلام ده. 480 ديفايد، والنبي اعمل ديفايد زي ما انا بعمل 4 تايم 10 equal 12. يبقى الهايت equal 12 سنتي. خلاص وضحت؟ ماشي. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي find total area of cuboid whose volume. اداني الفوليوم. قال لي الرول بتاع الفوليوم x y z. خلاص. طيب قال لي بس خد بالك ايه. قال لك انا بقول لك with square shape base، يعني البيز سكوير، يبقى الرول ده ينفع؟ قال لي لا. يبقى هقول له الفوليوم
ايكوال الاكس ايكوال الواي، يعني اكس تايم اكس تبقى اكس باور 2 زد. خلاص، ونبدأ نكتب الأرقام بتاعتنا. الفوليوم بكام؟ 720 ايكوال اكس باور 2 تايم الزد بكام؟ ب 5. هو قايل لك الهايت. طيب يبقى الاكس باور 2 هتبقى بكام؟ قال لي ال 5 هتروح ديفايد، يبقى 720 ديفايدد 5. يلا يا باشمهندس، يلا يا دكتور. 720 divided 5 equal 144. يبقى هنا x باور 2 equal 144. طب يا مستر أنا عايز السايد لينس وعايز التوتال area of cuboid. ماشي، أنا عايز أجيب السايد لينس بكام؟ اللي هتبقى سكوير روت 144 طلعت ب 12 سنتيمتر. ماشي، يلا يا باشمهندس نقول له احنا عايزين ايه؟ توتال اريا. فاكر التوتال اريا كانت ايكوال ايه؟ قال لي اه يا مستر دي كانت 4 اكس دات ممتاز بلس 2 اكس باور 2. يا لهوي عليك على شطارتك. يلا، يبقى 4 طيب الاكس احنا جبناها ب 12، الزد هو مديهاني يا مستر ب 5 بلس 2. طيب الاكس احنا جبناها ب 12 باور 2. نروح نحسب الكلام الفاضي ده على الكالكوليتور ونشوف الرقم هيطلع كام. 4 تايم 12 تايم 5 بلس 2 تايم 12 باور equal 528. ما تنساش تكتب سنتيمتر باور 4. equal 528 سنتيمتر باور 2. خلاص، حط. يا رب تكون واضحة. يبقى أول حاجة هكتب الرول بتاع التوتال اريا اوف كيوب كيوب. فاكر الرول بتاع التوتال اريا اوف كيوب؟ قال لي 6 ال باور 2. طيب بكام؟ قال لي 294. ده ايكوال 6 ال باور 2. عايز اجيب ال يا عمر. قال لي اول حاجه اجيب ال باور 2، اقول له 294 divided by 6. يبقى ال بس ايكوال كام يا عمر؟ قال لي هنحسب الكلام ده على الكالكوليتر يا مستر اهو. 294 over 6 مش over دي divided 6 equal 49. اللي يبقى ال باور 2 ب 49. اتفقنا ان احنا لو عايزين نشيل باور 2 ده بنحط هنا سكوير ايه؟ يبقى ال ايكوال كام؟ 6. اللي يبقى الفوليوم ايكوال ال باور 3، يعني 7 باور 3. خلاص، نحسب بقى 7 باور 3 بالكالكوليتر تطلع كام؟ 7 باور 3 ايكوال 343 سنتيمتر باور 3. خلاص، ماشي كده احنا جبنا الفوليوم بتاع مين؟ الكيو. طيب خلص السؤال؟ قال لي لا لسه. انا يا باشمهندس عايز كمان من حضرتك ايه؟ الكيوبويد. طيب تعال نبص. راح اقول له فوليوم اوف كيوبويد. طيب الفوليوم بتاع الكيوبويد ايكوال ايه؟ قال لي لينس اللي هو الرول بتاعنا اكس واي زد. طب الاكس ب 7 روت 2. طيب الواي 5 روت 2. طيب الزد ب 5. نحسب الكلام ده على الكالكوليتر. 7 روت 2. ما تنساش تعمل الار وكده عشان نطلع من تحت الروت. طيب 5 روت 2 روت 2 تايم 5 equal 350. يبقى هنا الفوليوم equal 350. هتحط الباور 3. يبقى which is more in size 350 ولا 340؟ أكيد. يبقى أقول له كده cuboid is more in size. بص وتحط. ماشي تمام. هنا هندخل على حاجة جديدة. لا، تعالى نوقف لحد كده نراجع اللي احنا ايه أخدناه. لسه احنا خدنا الكيو وقلنا في شوية رولز كده. sum of edges sum of
edges equal 12L. طيب وقلنا area of one base equal L power 2. طيب perimeter of one base equal 4L. طيب length of diagonal one face is equal L root 2. طيب وخدنا بعد كده lateral area equal 4L power 2. total area equal 6L power 2. volume equal L power 3. خلاص ماشي. ده كان الحاج مين يا باشمهندسين؟ كيو. تعالوا نشوف الحاج مين؟ كيو بوي. الحاج كيو بوي. الكيوبويد يا مستر هنقسمه لحاجتين، البيز ريكتانجل، واللي لو البيز بتاعته ريكتانجل تعال عندنا التوتال اللي نبدأ باللاترال اريا. اللاترال اريا 2x بلس 2y خلاص. طيب التوتال اريا اللي يا مستر ممكن اروح اقول له 2x بلس 2y بلس 2xy خلاص. وممكن اختصر الكلام ده واقول له هو lateral area بلس 2xy خلاص. طب الفوليوم، الفوليوم خلي x تايم y تايم z خلاص ماشي. ده لو البيز بتاعته كانت ريكتانجل. تعال نشوف لو البيز سكوير. قال لي لو البيز سكوير معنى كده ان الاكس ايكوال مين؟ الواي. طيب تعال نحط الرولز بتاعتنا. قال لي اول حاجه اللاترال اريا يبقى ايكوال ايه؟ قال لي الاكس ايكوال الواي يبقى 4x زد خلاص. طب التوتال اريا هتبقى قال لي 4x زد اللي هي اللاترال اريا بلس 2x باور 2. طب الفوليوم قال لي x باور 2 زد خلاص. وضحت؟ ماشي. ده كده الجزء الاولاني، حضرتك هتذاكره كويس وتحل عليه كيوب وكيوبويد. هنزل لك كمان شويه كده الجزء